ابني راجع من المدرسة وهو زعلان وفي كدمات على خده اليمين، ولقيت مراتي بتقولي شوف الولد ماله. سألته وأنا مخضوض مالك يا حبيبي؟ حاول يهرب من الكلام وقال إنه وقع وهو بيلعب، لكن أنا أب وبعرف أقرأ نظرة ابني كويس، وكان واضح إن في حاجة مكسراه من جوه. فضلت أضغط عليه لحد ما اعترف وقال بصوت مهزوز إن مدرس الرياضيات ضربه بالقلم قدام الفصل كله، مش عشان غلط ولا عشان مهمل، لكن عشان ما بياخدش عنده درس خصوصي. المدرس ده كان عامل قايمة بأسامي الطلبة اللي بياخدوا عنده، واللي بره القايمة دول كانوا مستهدفين بالإهانة والسخرية والتجاهل وأحيانا بالضرب. أولاد كتير بقوا يخافوا يرفعوا إيدهم أو يجاوبوا خوفا من الإهانة. ابني قال لي يا بابا أنا بحاول أركز بس كل ما جاوب يقول لي اقعد يا فاشل روح خد درس الأول. الكلام ده ولع النار جوايا. لبست ونزلت على المدرسة فورا. قابلت المدير، حاول يقلل من الموضوع ويقول إن المدرس كان منفعل، لكني قلت له بحسم إن اللي حصل مش انفعال، ده كسر نفسي طفل. واضح إنهم حاولوا يغطوا على الموضوع لكني رفضت أسكت. خرجت من المدرسة وأنا مقرر آخد خطوة أبعد. رحت الإدارة التعليمية وقدمت شكوى رسمية ومعايا صور وآراء طلاب شافوا اللي حصل. في الأول حاولوا يمشوا الموضوع بالكلام، بس قلت لهم بوضوح ابني اتضرب واتهان، ولو سكتنا النهارده بكره الدور هيجي على غيره. قدام اصراري فتحوا تحقيق فوري. المدرس استدعي وانكر في الاول، لكن لما الطلبه شهدوا ضده وطالبه قالت قدام اللجنه انه فعلا بيضرب اللي ما بياخدوش عنده دروس انكشف واتفضح. التحقيق انتهى باحالته للمديريه وخصم مرتبه ونقله من المدرسه.